وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أبدا صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا وعمود وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل ووصل بل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله ما سبحانه سبحان الله بحمده ما قلنا يا الله يا الله ما استغفرنا وصلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم ثواب ذا القراء إلى رسولنا شفينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح مسارتنا من قبل أهل المعلى البقي وأهل الزنبل والفريد وأقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهجر الله محمد بن عيسى بن أحمد بن سيدنا أهل بن أهل القسم سيدنا محمد بن مبارك صلى الله عليه سيدنا مولانا صلى الله العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن السكب أولاد أجمعين وصول وفرم سيدنا بكر سكرا وأمر مخدر علي بكر سكرا مدر بن الأكبر بن عبد الرحمن أين مشكل بن أحمد بن الأكبر ونحب أبو بكر أدنى وأخي حسين وصولي وفرهم ثم إلى رفخر وجب مولانا شبك بن سالم قرب سالم شبك بن سالم كتب الأنفاس الحبيب من درب المعطى الطشير قدر الشر البارس كتب الشر وثلبان ابن عبد الله بن محمد الحداد وصوله وفرم جميع سادتنا لأبي ألوي ثم إلى أرواح قبطهم من أولياء من قرب المصنف قرب نافع مالك قرب نافع من الشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان صلوات دعوات من نجاتكم من جميعين سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم أحزابهم زماتهم صلواتهم دعوات من نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام أوقاتنا ثم إلى أرواح قبطهم من قبل لهذه البلاد فلمن در السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحضر المقام الإمام القطب الحبيب أحمد بن حسان الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن منور والحبيب عبد الله الركاب الحبيب أحمد الركاب الحبيب علوي بن أحمد باسين وأصولهم وفرهم ومشايخهم ومشايخهم وأقرائهم أصحاب وأحباب طلابهم وتلاميذهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين هذه التربة كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأمواتنا أمواتكم المسلمين عامة ثم إلى خصوصا صاحب الحال الحبيب علي بن محمد بن حسين العبشي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب وكافة أوليائك وأتقيائك كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة ورسول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات منفعتهم في الدين والآخرة ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقة ومعافاة من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وإكمال الصالح كل حال، وأن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويكشف الكرب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والعيال، ويغفر لنا ولكم والدينا ووليكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات، وأن الله يتولانا بروايته ويحفظنا من شر بريته، ويغفر لنا تقصيرنا في حقه في حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين، ويبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا، وإن قلنا إياكم من ذل المعصيتين من ذل المعصيات إلى عز الطاعة، ومن هضير النقصان إلى أوج المعالي، ومن كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية، ويشفي أمراضنا خصوصا من أوصانا بدعاء الشفاء. ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصحي أغراضنا ويتل أعمالنا مع اللطف وعافية، ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا، وعلى كل سلام ونبرسهم صلى ونهبنا علي محمد صلى الله عليه وسلم إنك رب الحزم وآباؤنا ومشايخنا معلمنا، وهذا بالحقوق نجمع من داقر المولد الحبسي ومن كان أن الله يدخل نيتنا في نية مع أعمالنا في أعمال وأخلاقنا من الله صالحة جلبة كلها بالبشار، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد
وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. لا إله إلا تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار الحكمة. سبحان الله. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل به الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والوجود. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بالطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الآن ما ونوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجاته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم
بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرار وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت حمة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بإشراف مئشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظوا من سير الأشراف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سميع الأوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به متكلما والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. الله 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 يا مجمل جمل الأهوالي الله 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 يا مجمل جمل والي عن فتى يا جيران العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الهرم حرم الإحسان والحسن الله 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 يا مجمل جمل أحوالي نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآيات القرآن عنوا فتئذ بنا أخا الوهني الله 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 الله
الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي نعرف البطها وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكن وكني الله 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 يا مجمل جمل أحوالي ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبوا وإلى السبطين ننتسب ناسبا ما فيه من دخني الله 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 يا مجمل جمل أحوالي كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن الله 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 يا مجمل جمل أحوالي رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن الله 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 يا مجمل جمل أحوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يهط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن العبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهره الله بالوجود بهجة التكريم، وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على
إلهي درت قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطمين يا رب بضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الهمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب عون ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطر الوجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتفسير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كسفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفاذ الحق حكمه على من أطم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن يحضر عنده وذه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من السرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلقت صبح الكمال الأنمور الأنعمون وأبرز الحامد المحمود مذهنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد
قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهذا اليمن غرت واستضيئوا بجمال فضى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفذ حيث أوتينا عصاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العاد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذ حبانا بوجود المصطفى مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا يا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 وبجاهه يا إلهي يا الله مرحبا يا مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله
الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مطلبي من حبيب القلب رؤيا محياه ربي حقق لقلبي كل ما قد تمناه فنقيد لي زمان يا ربي أشتاق رؤيا بخت من شرف المولى برؤيته عيناه يا سميع الدعاء حقق لذا القلب رجواه طالت أيام بعدي عنه فادرك بلقياه يا سميع دعاء حقق لذا القلب رجواه طالت أيام بعدي عنه فادرك بلقياه محسن أوصافه العظمى ومحسن سجاياه عاشت الروح به في أنس محسنه وأحلاه يا نديمي أدير ذكرى حلي فني أهواه واذكر أيام فيها قد نفحت برياه عارف طيب إذا ما شمه الميت أحياه جددوا لي صفا وقتي وأنسي بذكراه واذكروا لي عهود المديح بن أفياه فنني قد رديته كل ما كان يرضاه
وانني عابد له مملوك في كل ما شاء، ليس لي قاصد في كل الورى غير إياه. كم وكم عابد به قطل في الكون مبناه، كم وكم سر عند الذكر له قد وجدناه، كم وكم سر عند الذكر له قد وجدناه، قد طعمنا يا الله ما قد طعمنا، كم وكم سر عند الذكر له قد وجدنا، قد طعمناه يا لله ما قد طعمنا، كم وكم عهد له في السر منا حفظنا، يا سميع الدعاء وفر علي من عطايا، واهله الكل واولادي وصحبي وحبه، والصلاة عليه انه غنى من تولى صلوا عليه. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب، وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعا المسكين أجاب إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سولة أخلاق هيبة القوية التي ترتئد منها الفرائس الأكوياء من البرية. ومن نشر تبع تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجرها أخذا على نجم السحاء بإنانه. وقد انبسط الكلام بالتدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه معمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك. آمين. سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. آمين يا الله. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤرس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل حضرة اقترابه من أحبابه آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. آمين يا الله. وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين آمين. وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا. آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق جباه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. آمين. اللهم إلنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا. آمين. وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وضاعره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد. آمين. وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وزورا. آمين. واكشف اللهم كربة المكروبين. آمين آمين. واقضي دين المدينين. آمين. واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. آمين. واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين. آمين آمين. وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا. آمين. وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين يا الله. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب. آمين آمين. للأجسام والأرواح والقلوب. آمين. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة القبول بحقه وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral habaib wal asatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir
duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati Miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini yaitu malam ke-10 daripada rangkaian majelis Maulid Isyrin yang kita adakan. Kita berada di majelis zikir ziarah asuhan guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, yang mana majelis ini rutin diadakan di setiap bulannya di setiap hari Rabu malam Kamis, dimulai daripada Masjid Al-Haddad dan diakhiri dan di tempat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam senantiasa kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum menginjak ke acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah, Al-Faqir akan mengumumkan rangkaian majelis Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok yaitu malam Selasa, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Masjid Lawang Kidul yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi atau di Bom Baru. Kemudian untuk malam Rabu insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Majelis Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah asuhan daripada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Amin Wahid yang beralamat di 16 Ulu samping TK atau Sekolah Auladi. Kemudian untuk malam Kamis insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Baitud Dakwah Al-Mustafawiyah atau Markas Badal yang beralamat di Lorong Guba 8 Ilir atau di depan Guba Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Kemudian untuk malam Jumat insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di rumah Bapak LD Oktariko yang beralamat di Lorong Sidomulyo Pelaju. Insyaallah terdapat jemputan di seberang ulu Masjid Al-Haddad dan di seberang ilir Rumah Malang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Ahmad Nabil bin Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Sallu 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Nahmaduhu على نعمه الجسام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وشفيعنا يوم الزحام وعلى آله الطاهرين من الأدناس والأرجاس والآثام وعلى أصحابه الأعلام الذين بذلوا نفوسهم في نصرة الإسلام وعلى من تبعهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. أما بعد. المكرم والمحترم الحبيب علي بن عبد الله بن حامد وأبويا الحبيب محسن بن عبد الله الحبشي والأستاذ عمر بن محمد المنور والحبيب الأستاذ شكري بن علي بن شهاب dan semua guru-guru, para habaib, para syiban kita yang insyaallah Allah selalu panjangkan umur mereka dalam sehat wal afiat. Allah masih menyisakan mereka agar mereka dapat selalu mendidik kita semua
Semoga kita yang hadir di sini tidak hilang akan keberkahan yang turun di tempat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, yarhamni warhamkumullah. Alhamdulillah, merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, khususnya yang ada di kota Palembang. Begitu banyak maulid yang telah kita hadiri, begitu banyak malam-malam yang kita lalui untuk mengingat Rasulullah. Di antaranya kita hadir pada malam yang penuh barakah ini, malam yang begitu banyak rahmat Allah yang Allah turunkan untuk mengingat kembali, memuji kembali Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam rangkaian majlis Maulid 20 dan juga majlis ziarah kepada sahibul turbah, sahibul wilayah, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barakah beliau. Kita tidak diharamkan keberkahan yang Allah berikan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Ma'asyiral hadirin, ketahuilah, perkumpulan seperti ini, duduknya kita seperti ini adalah duduk yang Allah sifati di dalam Al-Quran, yaitu duduknya ahli surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut di hati-hati mereka sifat benci, kami cabut di hati mereka sifat dendam. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, kita duduk di sini sebagai satu saudara, bersatu di bawah umatnya Rasulullah. Kita saling duduk, saling berhadap-hadapan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul jannah. Semoga dengan sifat tersebut kita bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersihnya hati dengan duduk di dalam majlis yang bersih, bersihnya hati dengan menonton hal-hal yang membuat hati kita bersih, bersihnya hati dengan hadir majlis-majlis yang dapat membuat hati kita bersih dan kembali mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, ahlus safa wal wafa ma fihimu gattudid, orang yang hatinya bersih, orang yang selalu mengintrospeksi hatinya tidak akan memiliki musuh. Wal wafa, dan orang yang setia akan syariat Rasulullah, orang yang selalu berjalan di bawah jalan koridornya Rasulullah, tidak akan memiliki musuh. Mereka akan saling mengambil manfaat di antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak bersaingan, mereka tidak saling menjatuhkan. Mereka selalu berjalan mengambil manfaat antara satu dan yang lainnya. Ma'asyiral hadirin, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang saat ini dirayakan haulnya di Sewun, yang saat ini dirayakan haulnya di Solo, di mana-mana tempat dibacakan maulidnya, beliau berkata, setelah aku berdakwah berpuluhan tahun, aku korbankan hartaku, aku korbankan waktuku, aku korbankan ilmuku. Tahukah kalian apa hasil daripada yang aku dapatkan? Sebuah hasil yang dapat aku banggakan. Undur ila Sewun, kata beliau. Lihatlah ke kota Sewun. Ma tajid baina itsnain mutanazi'. Tidak akan kalian temui pada zamanku, di bawah didikanku, dua orang yang saling berselisih, dua orang yang saling benci, dua orang yang saling menghina. Hakadha sya'nuhum. Seperti inilah akhlak mereka. Sebagaimana Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, Qaumun kiramus sajaya haitsuma jalasu yabqal makanu ala atharihim atira. Mereka adalah kaum yang mulia, mereka adalah kelompok yang mulia dimanapun mereka diletakkan. Mau diletakkan di dalam tempat yang kotor sekalipun, mereka akan mengeluarkan bau harum. Mau mereka telah wafat pun, tempat ini menjadi harum dikarenakan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakadha sya'nuhum. Seperti inilah keadaan mereka. Al-Habib Ahmad bin Hasan dikatakan di dalam manaqib beliau, nasyirul ilmi, beliau adalah seorang penyebar ilmu. Wadda'i ilaih, orang yang mengajak agar orang-orang mendapatkan ilmu. Tidak pandang bulu, semua orang yang mau mendapatkan ilmu datang kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan. Muhyiddin, beliau menghidupkan agama yang mungkin di zaman beliau saat itu telah mati, dihidupkan kembali. Wadda'i alaih, beliau mengajak berdakwah di mana-mana, menghidupkan kembali agama Allah. Kemudian
Al-Wafid, kemudian beliau adalah ma'wa lil wafidin, tempat datang bagi orang-orang yang ingin berkunjung kepada beliau, orang yang menampung tamu, orang yang menampung orang-orang yang ingin mengambil manfaat kepada beliau. Jika bukan beliau orang yang hatinya bersih, jika seandainya tidak ada kotoran-kotoran syaitan, pasti beliau tidak akan mau rumahnya dikunjungi orang, tidak akan mau rumahnya menjadi ma'wa lil wafidin. Akan tetapi beliau memiliki hati yang bersih. Beliau membersihkan hati terlebih dahulu sehingga beliau menyebarkan begitu banyak manfaat. Kemudian di antara sifat beliau al-mashi alal khittatis salafiyah. Beliau selalu berjalan sesuai dengan tali daripada salafnya. Was sunanin nabawiyah. Beliau pun berjalan sesuai sunnah daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah ma'asyiral ikhwan, di antara tugas yang Allah amanahkan kepada Rasulullah adalah untuk agar kita ini saling memberi manfaat satu sama lain. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Al-khalq iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum liiyalih. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Makhluk yang ada di alam semesta ini adalah keluarganya Allah, dan yang paling Allah cintai adalah yang dapat bermanfaat terhadap keluarganya. Tanyakan kepada diri kita, seberapa manfaat kita terhadap lingkungan sekitar kita, seberapa manfaat kita terhadap ilmunya Rasulullah, seberapa manfaat kita terhadap berzikir kepada Allah, menyebarkan ajaran Rasulullah, agama Allah, atau malah kita pembawa pecah belah, atau malah kita yang menyebar fitnah di mana-mana. Wal iyadu billah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan setiap karakter mukmin memiliki manfaat, memiliki sesuatu yang bisa dikorbankan untuk saudaranya, memiliki sesuatu yang dapat dijadikan contoh bagi orang setelahnya. Begitu pula Islam mendidik karakter kita untuk membersihkan hati kita. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memandang kepada surahnya kita, kegantengan kita, harta yang kita miliki. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada hati kita, bagaimana keadaan antara sesama kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bantulah orang yang bermaksiat kepada Allah dengan membencimu, dengan ketaatanmu kepada Allah dengan berbuat baik kepadanya. Orang yang membenci antum, orang yang tidak suka dengan pribadi antum, bantu dia dengan apa? Dengan kita berbuat baik terhadapnya. Apabila kita sebarkan kebaikan kepada orang yang baik terhadap kita, sudah biasa. Akan tetapi apabila kita sebarkan kebaikan kepada orang yang jahat terhadap kita, itu yang luar biasa. Sebagaimana yang Al-Quran sebutkan, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa baina aduwika ka'annahu waliyyun hamim. Kata Al-Quran menyatakan, tidak akan sama kebaikan dan keburukan. Balaslah orang yang tidak suka denganmu, balaslah orang yang memfitnahmu, balaslah orang yang menyebar hoaks tentangmu, balaslah orang yang tidak memercayai thariqahmu dengan hal yang baik. Maka akan kau dapati tiba-tiba mereka tiba-tiba menjadi seperti teman yang akrab dengan kita. Itulah tarbiyah Al-Quran. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak didiknya, Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah mendidik Anas bin Malik, ya bunai, wahai anak kecilku, fa in qadirta, apabila engkau mampu, apabila engkau bisa, antus biha wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghishun li ahadin fa'amal. Wahai anakku, kata Rasulullah. Ini didikan Rasulullah. Didikan Rasulullah mendidik Anas bin Malik dan mendidik kita semua sebagai umat. Ketahuilah, apabila engkau mampu pada pagi harimu, pada sore harimu, dalam arti 24 jam, kita hidup tanpa memasukkan rasa benci kepada orang di hati kita, fa'amal, amalkanlah, kata Rasulullah.
usahakanlah, karena hati inilah yang Allah pandang. Sebagaimana kita yang selama ini misalnya salaman dengan wong, akan tetapi hati kita mencaci, kita menghormati orang, akan tetapi hati kita menghina. Hadza laisa tariqatu Rasulillah. Ini bukan tariqahnya Rasulullah. Tariqah yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah didik dengannya sahabat-sahabatnya adalah bagaimana cara membersihkan hati. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya bunai, wadzalika min sunnati, wadzalika min sunnati. Itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Kemudian, waman amila bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Kita misalnya, wal iyadzu billah, di zaman sekarang hatta ulama dicaci. Di depan ulama, masya Allah, minta foto pula. Di belakang ulama dicaci maki. Ketika ulamanya meninggal, menangis paling depan. Hadza laisa tariqatu Rasulillah, bukan jalannya Rasulullah. Jalannya Rasulullah adalah sama, bahkan di dalam batin pun lebih bersih dibandingkan di dalam zahir. Kemudian sunnah yang Rasulullah ajarkan, yaitu membersihkan hati, tidak dengki dengan orang lain, tidak suka menggosipi orang lain, merupakan sunnah yang tidak terlihat. Adapun sunnah yang terlihat seperti salat qabliyah, ba'diyah, bersiwak, salat duha, salat witir, sedekah, semuanya terlihat. Akan tetapi amalan hati, membersihkan hati, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Itulah mengapa orang-orang yang hatinya bersih akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa ada apa yang ia perjuangkan. Makana lillah dama wattasal, wa makana li ghairillah inqata'a wan fasal. Sesuatu apabila didasari dengan Allah, karena dikarenakan Allah, akan terus bersambung. Contoh paling dekat kita, sahibut turba Al Habib Ahmad bin Hasan. Sampai detik ini rumahnya masih makmur dengan ilmu, rumahnya masih makmur dengan gosidah-gosidah salaf. Nama beliau masih harum di kota Palembang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Itulah didikan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan Rasulullah pun memberi bocoran kepada kita. Kata Rasulullah, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, akan merayap kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa penyakit umat terdahulu? Al-hasad wal baghdha, saling iri, saling dengki, menyebarkan perpecahan. Bahkan wal iyadzubillah, majlis taklim pun pecah saat ini. Majlis ilmu yang semestinya menyebarkan apa yang Rasulullah ajarkan, mengajak persatuan, pecah. Majlis yang semestinya menjadi contoh di halayak akan persatuan, pecah. Itulah yang dikatakan Rasulullah, akan merayap kepada umatnya hasud, iri, dengki, perpecahan. Rasulullah mengatakan, wahyal halaqah, hasud, iri, dengki, perpecahan adalah ibaratkan pemangkas. La aqul halakatus sya'r, aku tidak katakan pemangkas rambut, akan tetapi pemangkas agama, akan tetapi pemecah belah agama. Dengan hasud, dengan iri, dengan dengki, dengan tidak suka atas apa yang Allah berikan kepada hamba yang lainnya, terjadilah fitnah, terjadilah adu domba, terjadilah gosip, terjadilah ghibah, di mana-mana menyebar saat ini. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak dianggap imannya sempurna sehingga kalian saling mencintai. Aku beritahukan kepada kalian, kepada Rasulullah, apa yang dapat menguatkan iman, apa yang dapat menguatkan rasa cinta di antara kalian. Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salam yang hanya bukan sekedar kata, akan tapi salam yang tulus dari hati tanpa memaki.
Akan tetapi salam yang tulus dari hati tanpa mengkhianati. Akan tetapi salam yang disalam itu membawa persatuan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, mari kita introspeksi diri kita. Kita introspeksi umat Rasulullah agar kita semua terus bersama di dalam rantaian Rasulullah, agar kita semua terus bersama di bawah apa yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat kesalahan orang lain yang bisa kita tegur, kita tegur. Terlebih-lebih lagi apabila yang membuat kesalahan adalah keluarga kita sendiri. Bukan malah bikin status, bukan malah ngomong ke wong-wong lain. Hadza bukan tarbiyah Rasulullah, bukan didikan Rasulullah seperti ini. Didikan Rasulullah adalah menutupi aib-aib saudaranya. Didikan Rasulullah adalah mendoakan orang-orang yang berdosa, bukan malah menghakimi mereka. Mereka tidak mau beribadah, mereka tidak mau ikut maulid, mereka tidak mau melakukan hal-hal baik. Bukan kita menghakimi mereka, tapi kita memohonkan kepada Allah untuk agar Allah memberikan hidayahnya kepada mereka, agar Allah mengampuni mereka. Itulah didikan Rasulullah. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Di dalam ayat ini Rasul tidak berdosa, orang lain yang berdosa. Tapi ketika Rasulullah mengangkat tangannya memohon ampun kepada orang yang berdosa ini, Allah ampuni orang tersebut. Maka dari itu kita contoh Rasulullah. Kita doakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh dari Allah agar mendekat, agar mereka selalu berada di bawah naungan Rasulullah, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ikhwani rahimakumullah, mungkin tidak bisa panjang lebar, hanya itu yang dapat Al-Faqih sampaikan. Semoga kita menjadi karakter yang sesuai dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita bisa mengintrospeksi diri kita sehingga menjadi pribadi yang dapat dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum wa ma qumtu illa limtithal amr wal iltimasul barakah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, sallallahu alaihi wasallam, jazakumullahu khairal jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ma'asyarul habaib, hadirin, asatidzah, jamaah majlis maulid Ishrin, jamaah majlis ziarah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita, lalu mengumpulkan kita, lalu memuliakan kita dengan perkumpulan seperti ini. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, majelis zikir ziarah Seberang-Ulu ini terus mendapatkan tambahan kemuliaan, keberkahan. Beberapa minggu yang lalu kita mengadakan Maulid Arba'in, dan kali ini masuk Maulid Ishrin, dan bertepatan pula sebenarnya jadwal Maulid ini jadwal ziarah malam Kamis, tapi takdir Allah di malam ke-20 ini daripada bulan Rabiul Tsani kita dikumpulkan Allah, yang kebetulan bertepatan juga dengan haul Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga kita bisa katakan haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kami meniatkan itu walaupun kami tidak mengumumkan acara malam ini adalah haul. Malam ini adalah majlis Maulid Ishrin sekaligus majlis ziarah kita, alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan para habaib, para alim ulama, para asatidz hadir bersama kita, orang tua kita Habib Ali Al bin Hamid, dan para syiban lainnya, guru kita yang mulia Abuya Al Habib Muhsin Wal Am Ami Bakar, Ami Ayyib, dan banyak lagi para syiban hadir bersama kita. Menceh jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum sekalian. Ikhwan rahimani rahimakumullah, sedikit mengenang tentang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Ada suatu cerita yang menarik, dan memang cerita ini tidak banyak diangkat. Kami pun mendapatkan di kitab Makhtutah dari Manaqib Habib Ali Habsyi, bagaimana hebatnya para salaf itu, hubungan mereka dengan baginda Rasulullah. Kami juga mengangkat cerita ini karena kami ingat ada sesuatu yang kita saksikan sekarang,
Magom ini sedang direnov untuk menjadi lebih indah insyaallah taala, lebih berkah juga insyaallah taala. Ikhwan rahimakumullah, diceritakan dari salah satu manaqib Habib Ali Al-Habsyi, beliau ini pernah makan kurma setelah majelis. Beliau diberikan kurma, buah kurma. Lalu beliau makan buah kurma itu. Beliau makan, bijinya beliau taruh. Subhanallah, begitu beliau sedang makan untuk yang kesekian kali daripada kurma itu, terdengar suara. Habib Ali ini Masya Allah Wahab, orang yang punya haibah yang azim luar biasa. Ya, banyak apa yang ada pada Rasulullah itu benar-benar diwarisi oleh beliau. Kalau sudah Habib Ali Habsyi berdiri ceramah, beliau belum menyampaikan ceramah, orang kadang baru memandang wajah beliau, orang menangis. Dan tidak ada orang mampu untuk berkata-kata kecuali memang itu dengan isyarat dari beliau. Ketika beliau makan kurma tadi, ikhwan rahimakumullah, subhanallah terdengar suara, tapi suaranya gaib, tidak kelihatan. Suara itu berkata kurang lebih memuji Habib Ali Al-Habsyi. Suara itu mengatakan, Masya Allah, a'jabani ma'a'azam sya'nak wa ma'a'azam haibatak ya Habib Ali. Suara itu mengatakan, luar biasa mengagumkan aku, alangkah hebatnya wibawahmu, haibahmu wahai Habib Ali. Suara itu jelas-jelas beliau dengar ikhwan. Tapi beliau menoleh ke kanan ke kiri, tidak ada orang yang bercakap-cakap, tidak ada orang yang ngomong. Yulahid Habib Ali mendengar, perhatikan, terdengar lagi ucapan itu terulang 2 kali dengan kalimat yang sama, a'jabani Masya Allah ma'azama sya'anak wa ma'azama haibatak ya Habib Ali, mahad yagdi takallamak, hebat kau punya wibawa Habib Ali, tidak ada seorang pun kuperhatikan yang berani ngomong sama kau. Hanya Habib Ali tahu yang ngomong ini maaf bukan jin yang tidak kelihatan, tapi dari mana ikhwan? Nawah, biji kurma. Biji kurma yang tadi dimakan oleh Habib Ali Habsyi mengatakan itu kalimat kepada beliau. Dilihat oleh Habib Ali Habsyi, yang beliau tahu, anta tatakallam, kau yang ngomong. Dijawab oleh kurma, na'am. Senyum Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi senyum. Inti taquli ma had yaqdir takallam ma'i bi shiddati haibati 'azimah. Lish inti tatakallam? Lish inti taqdir takallam ma'i? Kau bilang tidak ada orang mampu untuk bicara sama, tapi kenapa kok kau bisa mampu bicara dengan aku? Apa jawab itu biji kurma? Kaifalah ana min dzurriyyatil jaza' alladzi kana kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak manuna ida paca. Aku ini keturunan dari pohon kurma yang dulu menangis di hadapan Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah, bercakap-cakap dengan Rasulullah. Kakekku, dia keturunan ikhwan dari pohon kurma. Kakekku berani ngomong sama Rasulullah, aku pun berani ngomong bersama wahai Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf memang beliau adrak Habib Ali Habsyi, alladzi sammu Abdul Qadir Habib Ali Habsyi. Ya, 2 tahun sebelum wafat Habib Habsyi, Abdul Qadir meninggal lahir dan diberikan nama oleh Habib Ali Habsyi. Dan Abdul Qadir ngaku syekhi. Ya, adrak. Nah, Habib Ali Habsyi ini ikhwan rahimakumullah, anda ngelihat ini, ya Masya Allah, magom ini kemarin tawadhi jiddan Abu Bakar, tawadhu sederhana dan Masya Allah. Ya, Allah yang nakdirkan baru zaman ini tahun ini direnov jadi bagus. Kipas angin kami bepakir di sini, jazakumullah khair ikhwan yang masang. Kipas angin bekas itu, nah bekas masih ada itu, nah. Ya, sini ada juga kipas angin bekas dari AC yang sudah tidak terpakai. AC itu diembek baling-balingnya, Masya Allah banyak syabab kita yang pintar. Dipasang, kami di Begayut maki juga di Magom Bujut Hamid, kipas angin rohis, tapi yang ini Masya Allah sekarang katik lagi. Anak tadi nyambung cerita, ya Allah dulu jaza itu nangis karena terpisah dengan Rasulullah, dia tidak lagi bisa berkhidmah untuk dipakai Rasulullah saat berkhutbah. Sekarang kira kipas ini nangis dah. Kalau dulu jaza itu nangis, pacak di stopkan oleh Rasulullah. Jangan antum anggap perkara biasa ikhwan. Besi mati memang, tapi dia berkhidmat untuk majelis di sini. Ngipasi kita dari kepanasan. Sekarang entah wallah ditaruh di mana sekarang? Apa di gudang, apa sudah dikiloi? Wallahu a'lam. Jangan antum anggap hal sepele itu ikhwan. Ini mikrofon yang dipakai oleh para ulama tadi Masya Allah Habib Ahmad Nabil,
Kemarin Habib Hasan juga alhamdulillah. Ya. Ini Masya Allah, bersyukur dia. Alangkah beruntung aku malam ini kata dipakai untuk menyampaikan dakwah ilallah. Tapi dia bakal nangis seandainya, tapi insya Allah ini tidak. Ya, mic ini tidak pernah dibawa maksiat. Kalau dipakai untuk maksiat nangis. Nah sekarang ikhwan, tadi sudah disampaikan oleh Habib Nabil, aina khidmatuna ma Rasulullah. Khidmah kita mana ikhwan? Kita ini berebut, Masya Allah, syahidna alhamdulillah, alhamdulillah Palembang, syabab Masya Allah. Yang habaibnya, yang muhibbinnya, untuk khidmah buat majlis, untuk hall, untuk maulid, Masya Allah, tabarakallah. Ya, bahkan sebagian besar mereka tidak mau disebut dengan jadi panitia, ikhlas lillahi ta'ala. Ada majlis sana, maulid sana, panitia, mereka selalu ikut. Nah antum kira-kira digentikan posisi antum dengan orang lain, ridho ada? Itu benda mati jaza itu. Ketika digeser, tak ridho dia dipisahkan. Tak ridho dia posisi dia sebagai tempat Rasulullah bersandar ketika menyampaikan khabar digantikan oleh mimbar yang lain, dia tak ridho. Maka kita boleh tomak ikhwan dalam kebaikan. Boleh tomak dalam kebaikan. Aman. Jangan nyengok orang maulid macam sekarang. Mungkin sebagian ikhwan ada yang belum melok ngapa-ngapa. Habis acara ambek bagian. Melok mesikan ambal, ngulung tika, ngembek nampan. Jangan sampai balas. Balik alhamdulillah dapat pahala segala macam, tapi min khidmah. Ya, khidmah itu penting. Tariqas salafuna al khidmah kadzalik. Ya, bahkan yaqulu salam al khidmah ruknun min arkan tarzkiyatun nufus. Khidmah itu salah satu jalan kita untuk mensucikan hati kita. Sedikit ngembek dari mana kita Abdul Ghani Rahmat Segab. Ini sering juga kita sampaikan ikhwan, yang kita malu dengan para salaf. Abdul Ghani itu pernah tahadduts li nikmah, tabajjuh, mahu takabur wala tafakhar. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Ini berkat tarbiyah abu. Mundu mumayyiz itu kata beliau. Semenjak aku mumayyiz, mahu mundu balagh itu. Ya, semenjak aku mumayyiz, alhamdulillah ma sallaitu salat fardhah illa bil jamaah. Semenjak aku mumayyiz, tak pernah aku sholat wajib kecuali berjamaah. Mumayyiz antum tahu umur berapa ya kawan? Ya, 4, 5, 6 tahun, 7 tahun. Belum balik belum, tapi beliau mengatakan berkat tarbiyah abu. Semenjak aku mumayyiz, tak pernah aku sholat 5 waktu kecuali sholatku berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa ngambil keberkahan. Mungkin di antara kita ada yang balik umroh, alhamdulillah semenjak balik umroh aku tak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah. Semenjak aku balik haji tak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah majelis-majelis pun sudah akan kita buka lagi. Dan di sini hadir bersama kita Habiban Al-Habib Fahmi As-Segab, jauh-jauh dari Malang. Malam ini minta maaf Habib belum sempat kita kasih kesempatan, tapi insyaAllah siapa yang tolong nyusun jadwal beliau, kami ada 2 fursah, ada 2 kesempatan. Ini malam kita berkumpul di Magam Aulia, Magam Habiban Al-Ghutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Besok sore jatuh ikhwan iftitah majlis Kampung Al-Munawwar. Besok sore kita kumpul di rumah Aulia. Magam beliau ada di sini Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Dan malamnya kita kumpul di masjidnya Aulia, Masjid Lawang Kedul, Masjid Kiai Morogan, Kiai Abdul Hamid bin Mahmud, insyaallah. Luar biasa kita Palembang nikmat. Atharus salaf bagi, asraruhum bagi, wa in kanhum tufi. Ya, bekas peninggalan mereka masih kita jaga, alhamdulillah. Jadi insyaallah yang ngatur jadwal Habib Fahmi bolehlah tolong dijadwalkan. Kalau memang bisa untuk isyirin malam besok di Masjid Lawang Kedul, alhamdulillah. Kalau tidak, insyaallah kita orang Palembang pengen dapat ilmu beliau. Tadi beliau di Segayam, mungkin tidak seluruh kita hadir. Kalau tidak sempat memang terjadwal malam ada tempat lain, fadhal ahlan wa sahlan tabarukan bi Baitul Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, insyaallah taala. Jadi sekalian kami ngomong juga besok insyaallah Senin majlis di rumah Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, insyaallah kita akan hidupkan kembali. Cuma waktunya mungkin enggak dipercepat, mungkin jam 4:04 kita mulai, biasa 4:30. Karena mungkin paling lambat 5:30 kita sudah bubar. Insyaallah yang antum punya saudari, punya ummahat, akhwat yang besok hadir, tolong disampaikan juga, tolong saling sampai insyaallah. Dan untuk majlis di rumah Habibul Barakah Al-Arbil Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, insyaallah malam Sabtu ke depan, bukan malam Sabtu ini, mengingat kita mungkin akan keluar menghadiri pernikahan putra daripada Habibana Habib Nagib dan juga memberi tabarukan di majlisnya Habib Umar yang ada di Jakarta. Jadi untuk malam Sabtu 2 mingguan dimulai malam Sabtu
berikutnya insya Allah Ta'ala. Ini saja kami wakili segenap panitia dan atas nama pribadi ucapan jazakumullah khair jazak kepada seluruh panitia. Apapun yang antum telah berikan dalam majelis ini, jazakumullah khair jazak, dan semua juga pendonasi atas acara ini. Terima kasih panitia Maulid Ishrin dan keluarga besar anak keturunan Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah renov ini akan selesai dengan sebaik-baiknya, bertambah berkah, insyaallah bertambah indah zahiran dan batinan, semakin kita nikmat khusyuk berziarah ke makam ini insyaallah taala. Dan minta maaf kepada para habaib sekalian kalau ada kekurangan-kekurangan dalam majlis ini. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahmatallahi inni khaifun wajilun ya ni'matallahi inni muflisun ani walaysa li amalun alqal alima bihi siwa mahabbatika al-uzma wa imani fakun amaniya min syarril hayati wa min syarril mamati wa min ihraqi jusmani wa kun ghinaya alladhi ma ba'dahu falathun وكن فكاكيا من أغلال عصياني تهية الصمد المولى ورحمته مغنت الورق في أوراق أغصاني عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى ومن مدهوه روحي وريهاني والحمد